بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة سوبر ماما اللهلوبة. والنهاردة إن شاء الله هنعمل العدس، هنعمل شوربة العدس. طبعا احنا عارفين إن هي أكتر حاجة بتطلب في الشتاء والجو اللي احنا فيه ده، فهنعملها النهاردة مع بعض إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله تعجبكم. ومكونات العدس قدامنا زي ما احنا شايفين، ده عدس انا غسلاه ومصفياه، وده جزر وطماطم. طبعا الكميه كل واحد حر يعمل الكميه اللي تناسبه، وبصل وثوم بس مش اكتر من كده، والبهارات برضو مش اكتر من ملح وكمون. وهنا عندي الميه اهي قربت تغلي، بس مش مهم حتى لو حطينا في الميه البارده عادي، يعني ما بيحصلش اي حاجه. ادي الجزر وادي الطماطم. الطماطم دي متفرزه عشان كده باينه ان هي طريه. وادي العدس. بس كده هنستنى الميه تغلي وننزل البصل والثوم. زي ما احنا شايفين ان العدس غلي اهو، هنزل البصل والثوم والملح، وبخلي الكمون بعد ما يقرب يستوي او بعد ما يستوي، عشان الكمون بيمرر من كتر الغليان. بس كده. ودلوقتي خلاص زي ما احنا شايفين العدس اهو استوى، البصل داب والجزر برضو استوى. هديهم ضربه في الخلاط ونرجع نشوف هنعمل ايه كمان ان شاء الله. وده شكله بعد ما ضربته في الخلاط زي ما احنا شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. طبعا بنخليه زي ما احنا عايزين، نخف او نسيبه كده براحتكم، بس انا هزوده ميه. وده شكله اهو. بسم الله ما شاء الله، تحفه. دلوقتي هضيف له حبه الكمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده. وهعمل له الطشه بقى. ودلوقتي هنعمل الطشه بتاعتنا، طشه العدس بتتعمل بالزيت. وادي البصل والثوم اهي، معلقه ثوم، رشه ملح، وحبه كمون. بس ما نخليش البصله تغمق جامد عشان البصل ما يمررش، يا دوب بتاخد اللون الذهبي كده حبه وخلاص، يعني ما بنزودش عليها التحمير. بس كده خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. وده الشكل النهائي للعدس، جربوه ان شاء الله هيعجبكم، وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.